السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم قناة عمل ايدي مع ام كريم. وقبل ما ابدا الفيديو يا حبايبي اضغط اشتراك وفعل الجرس واضغط على كلمة الكل عشان يوصل لكم مني ايه كل حاجة بعملها. تعالوا النهارده بقى ايه الغدا بتاعنا النهارده. قلنا بقى نعمل مع بعض ايه البفتيك الجميل اللي انتوا شايفينه دوت. طبعا كل يوم بقى لحمه مسلوقه لحمه مسلوقه لحمه كباب حله. النهارده بقى قلنا نغير كده في الايه في اللحمه، وهنعملها مع بعض ايه احلى بفتيك كده ممكن تعمليه، وسهل جدا وطريقته حلوه جدا وسهل جدا. طبعا ده نص كيلو من اللحمه. طبعا بصوا طلع لي كده كيلو من البفتيك حلو جدا. يعني بصوا هو عامه البفتيك بيبقى ايه رقيق كده وايه ويبقى ايه حلو يعني. معايا بصلايه ومعايا ايه نص معلقه كده من الثوم المفروم. خلاص بصلايه كبيره كده ونص معلقه من الثوم المفروم هفرمهم كده في الخلاط في شفش الخلاط على ربع كوبايه من الميه زي ما انتوا شايفين كده. بصوا ضربت البصلايه مع الثوم في الخلاط على ايه ربع كوبايه من الميه. ما تكتريش ميه، ربع كوبايه من الميه عشان بس البصله ايه نعرف نضربها كده في الخلاط. تعالوا بقى نحط التوابل. حطينا بقى ملح، هنحط بقى ايه كزبره ناشفه. ما تكتريش يعني، خلي التوابل اللي عندك. هنحط حبة كده من جوز الطيب والحبهان المطحون. واحط فلفل اسود اهو زي ما انتوا شايفين كده. يبقى ايه الملح، كزبرة ناشفة، فلفل اسود. واحط بقى ايه نص معلقة كده من الحبهان وجوز الطيب وورق اللورا وطحناهم في بعض يعني. ما عندكيش استبدليهم بايه بتوابل اللحمة يعني. خلاص وحطيت كده ايه حبة من الشطة عشان انا عايزة البفتيك بتاعي يبقى حراق كده ويبقى حلو يعني. طبعا هقلب التوابل كده في البصلايه، وهنزل كده ايه بالبفتيك بتاعي او اللحمه في الخلطه ديت اهو زي ما انتوا شايفين. بصوا يعني عامه نص كيلو اللحمه. طبعا اهم حاجه تكون لحمه حلوه الناعمه، ما يبقاش فيها دهن. طبعا ايه هيطلع لك كميه البفتيك الحلو اللي انتوا شايفينها دي. خلاص اهو كده طبعا بايدك كده. طبعا ما ينفعش معلقه، بايدنا كده عشان ايه ندمج اللحمه كده في الخلطه بتاعتنا الحلوه ديت. بصوا ريحه الخلطه تحفه جميله جدا. وادعكي بقى ايه اللحمه كويس جدا في البصل والخلطه ديت والتوابل عشان طبعا اللحمه كلها تتشرب من الايه من الخلطه بتاعتنا. خلاص هي دي التوابل بتاعت الايه البفتيك بتاعنا. عشان انا مش عايزه اكتر توابل عشان طبعا ايه ما يتغيرليش طعم اللحمه. خلاص هو بصل وفصين توم والتوابل اللي انا ايه قلت عليها. خلاص هحط بس كده وهسيبها بقى ايه في التلاجة كده لغايه ايه ما نقليها مع بعض. تعالوا بقى ايه هنشوف هنقليها ازاي يعني. جبنا طبعا البقسماط تشتريه من عند العطار. تجيبي بقسماط تطحنيه في الخلاط براحتك خالص. متوفر يعني عند العطار. تجيبي مثلا ب10 15 20 براحتك انتي حسب الكمية اللي هتعمليها. ومعايا بيض. خلاص اهو كده 3 بيضات 4 حسب الكمية اللي انت هتعمليها. طبعا انا عملت 3 بيضات وايه وجبت بيضتين تاني يعني. يعني ايه الكمية دي اخدت معايا ايه 5 بيضات. طبعا هحط على البيض كده حبة من الملح وحبة من الفلفل الاسود. واحط برضو على البقسماط كده حبة من الملح وحبة من الفلفل الاسود عشان طبعا انا عايزة الحاجات دي تبقى حايقة معانا وتبقى حلوة، ما تبقاش ايه دلعة كده وتبقى وحشة. لا انا عايزاها تبقى حايقة معانا. واحط كده على البيض حبة كمون. يعني ايه البيض حبة ملح وفلفل اسود وحبة كمون، والبقسماط حبة ملح وحبة فلفل اسود. وهنقلب البقسماط كده في الملح اللي بس ما تكتريش ملح يعني ايه حبة بسيطة كده. والبيض برضو حطيت له كده زي ما انتم شايفين وهقلبه كويس جدا في التوابل ديت اهو شايفين بالشكل ده اهو كده. طبعا دي طريقتي في البفتيك طريقه حلوه. وانا ايه يعني لما بعملها كده على طول. شايفين ده طبعا بعد ما سيبته كده نص ساعه في التلاجة في التتبيله الجميله دي. بصوا ريحته حلوه جدا. تعالوا بقى حطينا زيت كده في الطاسه. وتعالوا بقى ايه نجيب البفتيك كده نحطه في البيض ونطلع على طول كده ايه في البقسماط زي ما انتوا شايفين كده. طبعا انا عندي المكان ضيق مش عارفه اتحكم في الاطباق يعني. اهو كده طبعا حطي كده في البقسماط واضغطي. يعني قلبي كده اللحمه واضغطي عليها كده في البقسماط. طبعا الطبق صغير. هجيبه دلوقتي هحط ايه بصوا شايفين الجمال
بصوا البفتيكه بقت كبيره كده وحلوه وجميله. طبعا حطيت البقسماط كده على الصينيه عشان ايه اعرف اخد براحتي كده، واعرف ايه اتبله يعني في الايه في البقسماط بتاعنا. شايفين اهو كده، حطي كده اللحمه في البيض وحطي كده في البقسماط اهو زي ما انتوا شايفين كده بالشكل ده، وحطي في الزيت. اهم حاجه الزيت يكون سخن على طول كده، عشان ايه البقسماط ما يفكش منك. هو عامه مش هيفك منك طالما حطاه في بيض كده، وهي مش عمره ما يفك منك، وهيبقى حلو وكان جميل وتحفة وخطير جدا. اهو كده شايفين، احط كمان يعني بصوا لقيتي مكان حطي. طبعا ايه ما تقلبيهوش على طول لغايه ما تحسي ان هو اخد لون كده، وقتها بقى ايه تقلبيه. ما تقعديش بقى يبقى لسه محمرش وتقعدي تقلبي فيه لا، اول ما تلاقيه كده حمر قلبيه كده زي ما انتوا شايفين. بصوا يعني تلاقيه اخد لون حلو كده، اقلبيه كده على الناحيه التانية. خلاص اهو كده شايفين اخد اللون الحلو الجميل واستوى معايا. وبصوا الريحه كانت ماليه عليه الشقه، والله بجد تحفه وجميل جدا. وداعا بقى ايه من سلق اللحمه كل يوم اللي احنا متعودين عليها. اهو كده شايفين الجمال، والله العظيم تحفه وجميل جدا وحلو جدا. جربوه على طريقتي. بصوا احط كمان ايه المره التانية ديت اهو. طبعا ايه حطي كده في البيض وحطي في البقسماط، جهزي يعني جنبك، عشان ايه اول ما تطلعي كده من الطاسه من الزيت يكون جاهز معاكي يعني. اهو كده شايفين. بصوا الجمال. طبعا شايفين بصوا الحته قد ايه. بصوا طبعا البفتيك ده طبعا لما تيجي تقطعيه لازم ايه الدقاقه بتاعت البفتيك لازم تدقيه كده عشان يكبر معاكي، ويبقى ايه حجمه حلو كده، ويبقى ايه رقيق معاكي اللحمه يعني. وكده طبعا الكميه عندي كانت كتيره. بصوا كميه نص كيلو لحمه طلعوا لي كميه كتيره جدا جدا. شايفين الجمال، والله كان تحفه وكان طعمه فظيع فظيع فظيع. جربوه على طريقتي، طريقه حلوه والتوابل بتاعته الجميله، يعني ايه مش مكترين في التوابل كتير. والله كان بصراحه كان طعمه جميل جدا. وداعا بقى من سلق اللحمة كل يوم نغير بقى ايه، نعمل بفتيك، نعمل كفتة. بصوا شايفين اللحمة مستوية ازاي، يعني انا بقطع بايد واحدة بتقطع معايا بسرعة وكان جميل، وكانت اللحمة مستوية من جوه. اهم حاجة لما تيجي تحمريه، لما تيجي تسويه يعني، اهم حاجه ما تخليش النار عاليه عليه قوي، يعني خليه على العين الكبيره، مش الكبيره قوي، الكبيره الصغيره يعني، عشان ما يتحرقش منك وتبقى اللحمه لسه مستوتش معاكي. خليها ايه النار هاديه عليه ويبقى حلو معاكي. واتمنى يكون البفتيك عجبكم. جربوه على طريقتي، طريقه حلوه وهتعجبكم ان شاء الله. لايك كده للفيديو وشير للقناه. بحبكم في الله احلى متابعين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.